ضحى ورين رح يراجعوا الشاب للعصر الحجري. سألت رين في الأمس ضحى مواصفات فتى أحلامها، فقالت أنها تريده خارج السوشيال ميديا. ففرحت رين بقرارها وقالت حتى أنا الواتساب يمكن أحذف له إياه من عنده. شاهدوا ما قالته ضحى عن الهاتف اللي رح يستعمله. شو هلا ضحى لريبي، شو مواصفات فتى احلامك هلا كأنت السنه الجديده؟ كيف بدك اياه يكون شفتي السوشيال ميديا؟ ما عنده في السوشيال ميديا وجهه ما يبان في السوشيال ميديا. برافو ضحى لريبي، ولا شيء. انا واتساب يمكن واتساب شلو اياه، بس اذا بده شيء بدق كول. عرفتيك التليفون الصغير هذاك؟ ايه هيدا الصغير، بس واتساب ما في واتساب، بس تليفون. فهمتي؟ بس انا هيك انا اذا بدي ارتبط بحدا وحبه ويحبني وهيك، اول شيء ممنوع شيء اسمه سوشيال ميديا. شو مواصفاته كمان؟ بدك اياه ما يكون عنده سوشيال ميديا. طيب وشو بعد؟ اسمعي، انا بدي اياه يكون راجل هكا، زلمه، فهمتي؟ راجل. انا بكون الاشياء اللي بعمل فيهم التيك توك والانستغرام والسناب يكون قاعد جنبي بيقول مرتي بلعب انا، فهمتي؟ هذم كلهم بلعب انا. بيكون هو عنده مشاريع وافكار وشيكات ومشاريع عمل رجالي. بدي اياه عمل رجالي، فهمتي؟ عمل رجال بيصحى الصباح، مو بيقوم لي الساعة 12. أنا بدي يصحى الساعة 12 بلاقيه هو راح على الشغل خلص، فهمتي؟ بكون أنا قاعدة بصور سناب هيك وجنبي هو قاعد بيفكر مع الرجالة كيف راح يقابل الرجال، كيف راح يدفع لذاك. بيكون بيحس اللي بعمل فيه أنا تبع إنه هيك عم تتسلى، يعني عم تتسلى. أيوة هيك، فهمتي؟ وهو عندهم، مو أنا باخذ الرينج لايت من عنده، مرة يصور هو مرة أصور أنا. عن جد شو هيدا؟ تخيلي انا اكون مع واحد بحياتي مثلا، تخيلي واحد بحياتي انا بحبه وهيك وبدي اعمل معه عائله وجيب اولاد مثلا، اوكي، وفاتح لايف، جايز سكور الدبل ما بتزبط. 37 هزاليتو جراسيس ما بتزبط.